السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. معركة كروية من العيار الثقيل. موعدنا مع قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. بعد الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب، السؤال اللي شاغل كل عشاق الكرة: هل نشوف ريمونتادا كتالونية تاريخية، ولا أتلتيكو هيحسمها ويقفل الباب قدام أحلام برشلونة؟ الموعد الرسمي يوم 3 مارس، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات. القناة الناقلة BN Sports. برشلونة داخل اللقاء بشعار لا مستحيل في كرة القدم. الفريق الكتالوني متصدر الدوري الإسباني حالياً، وعايز يثبت إن الخسارة كانت مجرد كبوة وإنه أداها وقدود في المواعيد الكبيرة. الجمهور الكتالوني مستني ليلة تاريخية، مستني أهداف مبكرة، ضغط عالي، روح قتالية من أول دقيقة لآخر ثانية. ريمونتادا؟ كل شيء ممكن لما نتكلم عن برشلونة في الكامب نو أو في ليلة أوروبية إسبانية مجنونة. لكن في المقابل، أتلتيكو مدريد فريق بيعرف يقفل المساحات، بيعرف يلعب على الأعصاب، وبيعرف يقتل المباراة تكتيكياً. فهل يصمد دفاعه قدام الهجوم الكتالوني، ولا الضغط الجماهيري هيقلب الطاولة؟ ماتش مش بس تأهل لنهائي، دي مباراة كرامة، مباراة رد اعتبار، مباراة عنوانها العودة أو الوداع. اكتب في التعليقات، تتوقعوا برشلونة يعمل الريمونتادا ولا أتلتيكو هيحسم التأهل؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واستنونا في تغطية نارية بعد نهاية اللقاء.